اوعى تفتكر ان السحر ده هزار، واوعى تفتكر ان المقابر دايما ساكنها ميتين بس. في ناس بتدخل المقابر مش علشان تزور، لكن علشان تدفن شر. القصة دي حصلت في قرية صغيرة في محافظة البحيرة، مكان هادي وناس بسيطة، وليلهم بيبدأ من بعد المغرب. بس في بيت عفاف الهدوء ده اختفى تماما من يوم ما شفت حاجة غيرت حياتي. أنا ندى، كنت بساعد أمي كل يوم في شغل البيت، وفي يوم وأنا راجعة من عند خالتي الساعة كانت قربت 11 بالليل، وعديت جنب المقابر وكنت شايلة هم الطريق عادي، لحد ما شفت الست دي واقفة لابسة اسود، وشها مش باين، بتحفر بإيدها في التراب. ولما قربت أكتر شفتها بتحط حاجة ملفوفة في قماشة حمرا وبتقرا كلام غريب. وقفت مكاني، ما قدرتش أتحرك، قلبي بيخبط في ضلوعي. هي بتدفن إيه؟ وإيه اللي في إيدها؟ بس فجأة لفت ناحيتي، وشها كان غريب، عينيها ما فيهاش بياض، سودة كلها، وقالت لي: اللي شفتيه هنا ما ينفعش يتقال. جريت، ما افتكرتش الطريق ولا نفسي ولا اسمي. رجعت البيت وأنا مرعوبة. بس من يوم ده بدأت الحاجات الغريبة تحصل. كل ليلة الساعة 2:30 أسمع صوت صريخ تحت البيت، كأن في حد بيتعذب. باب الأوضة يتفتح لوحده، مراية الأوضة تتكسر، وكل ما نحاول ننام حد يخبط على الحيطة. قلنا يمكن تهيؤات، لحد ما لقينا ورقة محطوطة قدام بابنا مكتوب فيها: رجعي اللي شفتيه وإلا هتخسري كل حاجة. جبت شيخ قرأ قرآن في البيت، بس من أول ما بدأ يقرأ النور قطع، والشيخ وقع على الأرض وقال: في حد عامل سحر مدفون مخصوص ومش لأي حد. سألني شفتي إيه، وقلت له على الست اللي شفتها في المقابر. قال لي الست دي مش واحدة عادية، دي مشعوذة معروفة، وبتتعامل مع الجن، وبتعمل سحر تفريق وربط وموت. عرفنا بعد كده إن أكتر من ست في البلد كانوا بيروحوا لها علشان يرجعوا جوزه، أو يبعدوا ضرة، أو يحببوا حد فيهم. بس تمن السحر ده كان أرواح ناس بريئة، وبعضه بيرجع على صاحبه زي النار. ومن يومها مفيش ليلة عدت من غير ما أشوف كوابيس، أو ألاقي خربشة على حتة الأوضة، أو ريحة بخور سودة مالية البيت. ولما فكرنا نبلغ، الناس قالت: اللي بيقرب من الست دي عمره ما بيكمل في البلد. بس أنا قررت أكمل علشان أعرف هي مين، وليه بتدفن السحر في المقابر، وإيه حكاية الطفل اللي اتضحى بيه علشان السحر يكمل. استناني في الفيديو الجاي علشان أقولك اللي اكتشفناه لما فتحنا واحد من الأعمال المدفونة، ولقينا جواه حاجة كان المفروض تفضل مدفونة للأبد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تكتب تعليق حلو زيك كده في التعليقات عن أي قصة ممكن أتكلم عليها، وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديو الجاي. سلام.